قصة اليوم غادي تكون مغايرة بزاف. واش عمركم شفتوا كتحقد على ولدها ومرت ولدها وحتى ولادهم؟ القصة غادي تبدا في عام 1970 مع واحد البنت اللي سميتها سانية، وهي من مصر كتسكن في القاهرة وفي حي رودي الفرج. وغير وصلت للسن ديال الزواج ولاو العرسان كيدقوا بابها حيت هي كانت زوينة بزاف. سانية اختارت أحمد كان واحد الموظف اللي خدام في الحكومة ومعروف عليه الهدوء والأخلاق ديالو. والغريب أن أهل ديك المنطقة اللي كان ساكن فيها أحمد حتى واحد ما كان كيعرف أمه، حيت ديما كان كيقول بلي راها مسافرة للبلاد وما كتجيش بزاف. وبسبب أن باه مات شحال هادي، فهو ملي مشى باش يخطب سانية مشى لراسو، وبسبب أنه خدام مزيان وكل شيء قدر أنه يشري دار لسانية ويدفع لها المهر اللي هي بغات. والأسرة ديالها وافقت حيت هي كانت مصرة عليه بزاف، حيتاش من بعد هما ملي مشاو يسولوا على العائلة ديالو لقاو أن الناس ديال الحومة ما كيعرفوا عليه حتى شي حاجة. ودازوا الأيام ودخلت سانية العش الزوجية، وحياتهم كانت عامرة بالحب والفرحة وكل شيء. حتى لواحد النهار سانية ولدت بنيتها سمتها ليلى. وسانية كانت مقلقة، كتقول ليه علاش العائلة ديالك ديما ما كاينينش، لا في جواجنا لا في السبوع ديال ليلى لا في حياتنا، ما عندهمش آثار. وكانت فوق ما كتسولو على امه كيبقى يتهرب من الهضره ومن الجواب. والسنين كيدوزو وليلى كتكبر حتى ولات عندها 3 سنين. وحتى لواحد النهار وشي واحد كيدق في الباب ديال الدار ديال احمد وسانيه. مشات حلات، شكون؟ لقات واحد المراه كبيره عمرها ما شافتها، لابسه النقاب وما كيبانوا منها غير عينيها. سولتها قالت لها شكون انت يا لاله؟ قالت ليها انا جيت عندك من طرف حماتك ماين حمد، وراني جيت بنتي باش نهضر معك، واش ممكن ندخل؟ سانيه فرحات قالت لها زيدي تفضلي مرحبا بك. سانيه كتقول واو اخيرا غادي نقدر نتعرف على حماتي. قالت لها مرحبا بك، جلسي انا نمشي نوجد لك الشاي المصري. دخلت سانيه للكوزينه وخلات بنتها ليلى مع هذيك السيده. ملي وجد اتاي جات لعندها ما لقاتش هذيك السيده، لقاتها مشات وخلات الباب محلول. تعجبات ثانيه، مهم مشات سدات الباب ديال الدار ورجعت عند بنتها باش تطمن عليها، واكتشفت باللي بنتها حتى هي ما كايناش. مشات كتجري في العماره وهبطت كتجري في الدروج، بنتي ما كايناش بنتي. غدا كي شي حمقى في الشارع وكتسول الناس واش شي واحد شاف بنتها. الناس كلهم كيقولوا ليها شفنا واحد السيده خرجت من عندك لابسه النقاب، ولكن راه ما كانت معاها حتى شي بنيته صغيره. حطات يديها على وجهها وكتبكي وما فهماتش حماتها شنو بغات من عندها، ورجعت للدار وكتبكي وتعاود. وبقات كتحسب في الوقت غير فوقاش يجي راجلها احمد باش تعاود ليه وتقول ليها شنو طرا. فعلا غير جا راجلها وبدات كتعاود ليه. تقلق بزاف احمد وخاصهم ضروري يقولوها للبوليس حيت هو اصلا مو ما كيعرفاش فين ساكنه. وفعلا داكشي اللي داروا، ومشات ثانيه لعند البوليس وحكات لهم الواقعه كامله من الاول حتى الاخر وبالتفاصيل كيف ما عاودتها لكم انا، وعطاتهم حتى الوصف ديال وجهها. ولكن داكشي اللي قالت ما كانش كافي حيت كانوا كيبانوا فيها غير عينيها وحتى سميتها ما كتعرفهاش. واحمد بدا كيعاود للبوليس وكيقول ليه باللي مو ما كيعرف عليها حتى شي حاجه، حيت من نهار ما تباه وهي ولات بحال شي حمقى ومده هادي ما شافهاش، ومن ديك الساعه ما كيعرف عليها حتى شي حاجه وما باغيش يعرف. ومن هذيك الساعه وثانيه كتبكي وتعاود وكتدعي الله باش ترجع ليها بنيتها، وعايشه في كآبه وحزن. حتى لواحد النهار وهي تسمع الدقن ديال الباب، مشات حلات الباب وهي تلقى واحد المراه، هي كبيره شارفه ولكن زوينه، يعني كانت كتشوف فيها ملامح ديال الجمال. قالت لها شكونتي؟ وهي تقول لها انا ماين احمد. غير سمعات ثانيه باللي هذيك هي ماين احمد طارت عليها وبدات كتغوت، فين درتي لي يا بنتي هاد الشفاره؟ بقات كتغوت عليها وطلبت من حماتها باش انها تهدى شي شويه. قالت لها دخلي لداخل، انا داخله وغادي نعاود ليك. سدات ثانيه الباب ودخلت تبعتها كتجري. غير قولي لي واش ما كتحشميش؟ مالها بنتي وشنو طرا ليها؟ غير تهدني، واش انا غادي نخطف حفيدتي وغندير لها شي حاجه خايبه؟ انا خطفتها غير باش نشوفها، حيت انا كنت عارفه الا جيت ما غاديش يخليني احمد نشوفها. ولكن دابا تصنتي ليا مزيان، بركه من داك البكا ديال الدراري الصغار. انا جيت عندك اليوم باش نقول لك جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى انا غادي نرجع لك بنتك، والحاجه الثانيه هي الا بغيتي بنتك ترجع لك غديري داكشي اللي انا كنقول لك دابا.
قالت لها واخا صافي ماشي مشكل، غير قولي لي شنو بغيتي. سمعيني مزيان، غادي تجلسي في بيتك وما تحركيش من بلاصتك. انا بغيت نضرب دويره في الدار، ندخل للبلاصه اللي بغيت وما تتبعينيش. خلاتها ثانيه جالسه في الصالون ومشات دخلت البيت ودارت داكشي اللي قالت ليها. ومن بعد ملي سالات مشات لعندها البيت، عطاتها العنوان ديالها فين كتسكن وخرجت بلا ما تقول حتى كلمه. وجاء احمد من الخدمه وشاف مرته ماشي هي هذيك، قال مع راسو باقا مسكينه متاثره حيت بنتهم تالفه. احمد كان جاي عيان من الخدمه، دخل للفراش وخلاها. وهنا فين قررت ثانيه انها تخرج تمشي تجيب بنتها وبلا ما يعق بها احمد. وداكشي اللي كاين، لبسات ثانيه حوايجها وخرجت، وبالضبط مشات العنوان اللي قالت لها عليها حماتها، وكان في احدى الشوارع شبرا. ملي وصلت لشبرا ما عرفتش شكون اللي غادي تسول، وهي تقرر انها تسول الناس وتقول لهم باللي هي كتقلب على واحد المراه سميتها احمد، وهما يدلوها الناس على واحد باب الدار، وديك باب الدار كيقولوا ليها باللي هاد الدار ديما محلوله. مشات فعلا لقات الباب محلول، دخلت ولقات الدار عامره بالشموع، وعلى الحيوطه كاينين رسومات اول مره غادي تشوفهم ثانيه في حياتها. شويه وهي تعيط على حماتها حتى خرجت ليها بنتها كتجري وكتبكي. فرحات ثانيه وزات بنيتها فوق كتافها باش تخرج من هذيك الدار دغيا. شويه وهي تبان ليها حماتها وحدها واحد البنت كيقولوا باللي بنت مسحوره، ما كتقدر لا تتحرك لا تمشي، ولكن كدير شي تحركات غريبه، يعني بحال هي عايشه في شي عالم اخر. وهي طلب من حماتها قالت لها ثانيه سلمي على اخت راجلك. شويه هو يبان واحد الراجل الشكل ديالو كيعيف وفي شكل، وهنا ثانيه خافت منه وعافته. وهي تسولها قالت لها شكون هذا، وعرفته باللي هذاك راجل لوستها، راجل سعاد. وهي طلب منها انها تجلس باش تهضر معاه، وبدات كتسولها على ولدها شنو كيدير، الاحوال ديالو الماديه كي دايره. وهي تعاود ليها قالت ليها انا ولدي احمد جرى عليا من الدار، غير خدم وهو يجري عليا، ما عقلش عليا، بديت كنعس غير في الزناقي. وحتى اختو هذه اللي كتشوفي ما عمرو ما سول فيها، وانا كنت باغا نزوجو ونفرح بوليداتو، ساعه ما كتبش. ثانيه بقات فيها حماتها، ولكن في نفس الوقت كتحس بشي حاجه غريبه في هذيك الدار ماشي هي هذيك. وهي تسولها على دوك الرسومات اللي كاينين في الحيط، وهي تقول لها باللي هي كتلقط رزقها ملي كدير هذا الشيء. وهي تقول لها ونوضي سيري بنتي لعند راجلك، ما بغيتوش يتشوش عليك. وهي تفكرها بالاتفاق ديالهم وقالت لها اجي عندك يسيق الخبر راجلك لداري فين كاينه، ولا انا شنو كندير، ولا حالتي كيفاش عامله. ثانيه وافقت، هزات بنتها وخرجت. رجعت ثانيه للدار ولقات راجلها كيتسنى فيها، غير شاف بنته طار عليها بالفرحه. من بعد هو يسولها احمد فين كنتي، خافت وما قدرتش تكذب عليه، وكسرت الاتفاق اللي كان بينها وبين حماتها. وهي تعاود ليه كل شيء. واول مره كان غادي يهز يدو على ثانيه، ضربها وقال لها اخر مره نعاود نشوفك مشيتي عند هذيك السيده، انا تبريت منها من شحال هادي. ومن موراها قال لها زيدي يلا قدامي غنمشيو للبوليس نديكلاريو بها ونديكلاريو بالخطيف ديالها لبنتنا. ومن بعد هذاك الشيء اللي كان، مشاو لعند البوليس وبدا كيعاود ليهم داك الشيء من الاول. بدا كيقول لهم باللي هو ما بقاش عايش مع عمو، وباللي طراو ما بيناتهم شي مشاكل وما بقى كيعرف عليها حتى شي حاجه، وهي مشات وخلاته، ومن تما هو حاقد عليها. وثانيه عاوتاني حتى هي من بلاصتها بدات كتعاود لهم داك الشيء كامل، وعطاتهم العنوان ديال حماتها. من بعد البوليس جمعوا الفرقه ديالهم ومشاو لهداك العنوان. ملي مشاو لقاو الباب مسدوده، فرعوا الباب حلوه دخلوا، حتى واحد ما كاين في الدار خاويه كتصفر بحال لا عمر شي واحد ما كان ساكن فيها. ثانيه تصدمات، شافت الحيط خاوي ما فيه لا رسومات لا حتى شي حاجه. بدات كتقول للبوليس ما يمكنش هذه هي الدار، وراه بلي مره باللي جيت كانت هي واخت راجلي سميتها سعاد. احمد بدا غير مستغرب كيقول لها انا ما عنديش اختي، منين جبتي هاد الهضره. ثانيه بغات تطبها ويحمقوها. وملي البوليس مشاو كيحققوا مع الجيران كلهم شهدوا قالوا باللي ما كيعرفوا حتى شي وحده سميتها احمد، وباللي هاد الدار هادي خاويه من شحال هادي. اش غادي نقول لكم، ثانيه حالتها ما كان علم بها غير الله. غادا في الطريق وكتفكر كيفاش هذيك الدار اللي مشات ولقات فيها الناس عايشين دابا قال لك الناس عمرها ما كانوا فيها الناس، كيفاش ما يمكنش. الطريق كلها وهي كتفكر وحمدت الله وبدات كتقول الحمد لله اللي بنتي بعدا معايا، صافي انا ماشي توقف هذاك الشيء الاخر ماشي مشكل. لا غدت لي ثانيه فقت مرعوبه بكاع هذاك الشيء اللي وقع ليها. شويه وكتسمع الدقان في الباب وخافت ما قدرش تحل، وسمعت صوت ديال حماتها من مور الباب كتقول ليها يا اما غتحلي لي هذا الباب ولا غادي ناديك. خافت ثانيه وحلات الباب، قالت لها اشنو بغيتي مني، شنو باغا مني عاوتاني. وبدات كتطلب منها شي طلبات، قالت لها غتجيبي لي زلافه وبخور والماء. المهم بقات كتطلب منها شي طلبات. سنيه كتشوف في عينين ديال حماتها فيهم الرعب، فيهم بزاف ديال الرعب، عينيها حمر والنظرات ديالها ديال الرعب. وشويه مشات جلسات
حيدت زيفها وشعرها طلع للسما وحرش وكله بيض. وعاد باش زات ثانيه ملي شافتها في هذيك الحاله زات تخلعات وهي تشعل واحد البخور وبدات كتمتم بواحد الكلام وهي تشوف ثانيه وهي تقول لها باللي حياتكم غادي تتحول لجحيم. ومشات خرجت وسدت الباب. وملي جا احمد من الخدمه ما قدرتش تقول ليه ثانيه حتى شي حاجه حيت خافتو لي يمشي يعاود يضربها. لغت لي صباح ملي فاقتو هي كتغوت كتقول لهم واحد الحنج غادي يقتلني. بدا كيهديها احمد كيقول لها راه غير درتي شي حلمه خايبه ياك ما صليتيش قبل ما تنعسي ولا شي حاجه. كتقول ليه لا هذاك الثعبان ولا هذاك الحنج راني كنشوفو قدام عينيا. من بعد حياتها ولات كتحول لجحيم وكتحس براسها بحال عايشه في شي مستنقع ديال الدم. حتى راجلها ما كانتش كتخليه يقيسها ولا يقرب منها. كانت ديما كتهرب من احمد وما بغاتوش. واحمد بدا كيلاحظ هذا التغير ملي كيجي يقرب ليها كتبدا تغوت صافي ما بقاتش حامله الوجود ديالو. واحمد بدا كيدخلو شك باللي تقدر مرتو تكون مصاحبه مع شي واحد اخر ولا عندها شي علاقه مع شي واحد اخر. حيت شنو هو السبب اللي يخلي شي واحد يتغير هكا فجاه. وبدا ديما كيضربها باش انها تعترف بالخيانه ديالها. ودازوا ليامات وثانيه باقا ما فهمت حتى شي حاجه. كتبغي راجلها ولكن ما كتبغيش تقرب ليه ما كتبغي تسمع صوته ولا تشم ريحته. وقررت انها تمشي تبعد على الدار. قالت مع راسها الا بعدت يقدر هادشي ما يبقاش. واحد النهار ثانيه خرجت للسوق باش تاخذ شي حاجه وهي تلقى حماتها واقفه حداها وكتطلب منها وكتقول لها يلا تبعيني دابا. ثانيه خافت وتبعتها من اللور. بقات تبعها بحال مسحوره غير تبعها ما كتسول فين غاديين ما عيات ما حتى شي حاجه. شويه وصلوا لواحد الاراضي قاحله وما كاين حتى شي واحد وكاين تما واحد الدار مهجوره. دخلت ثانيه وجلسات وهي تقول لها حماتها الا بغيتي ترجعي لحياتك الطبيعيه مع راجلك وتكوني هانيه في حياتك غديري هادشي اللي غادي نقول لك. ثانيه وافقت ماشي مشكل ندير لك اللي بغيتي المهم هو نرجع لحياتي الطبيعيه. خرجت حماتها من هذيك الدار ومن تما ما بقاش ظهر ليها الاثار. ثانيه تخلعات نط خرجت باش تقلب عليها شويه وهو يخرج لها راجل سعاد. هجم عليها وشدها جلسها في واحد الكرسي وربط ليها يديها ورجليها واغتصبها بكل وحشيه. وبقات كتقاوم ثانيه كتقاوم حتى فقدت الوعي. وملي فاقت ثانيه لقات راسها ناعسه في الارض ولابسه حوايجها وكل شيء هو هذاك. والمسكينه كان كيحسب لها باللي كانت غير كتحلم. وفكرات قالت باللي هذه اكيد حماتي غتكون سحرت ليا باش نبقى نحلم بهذا الشيء. وشويه ناض جمعات الوقفه ومشات لدارهم. وفي هذاك النهار النيت بالعشيه جا عندها احمد وبدا كيرغب فيها باش يمشيو يرجعوا للدار. وافقات ثانيه ومشات رجعت معاه للدار وهي فرحانه. ملي كتقرب منه ما كتجيهاش هذيك الحاله اللي كانت كتجيها. من بعد مشاو للدار وشويه بدا كيبعد منها راجلها. هي كتقرب منه وهو كيبعد منها. دخل البيت شعل الشمع في البيت وقال لها حيدي حوايجك وربطها بحال اللي ربطها هذاك راجل سعاد. ومن بعد هو يتحول وجهه للوجه الشيطاني ودار في هذاك الشيء اللي دار راجل سعاد بالضبط. ثانيه تصدمات ما عرفتش واش هادشي اللي كيطرى ليها واش حلم واش حقيقه واش ولا غد لي الصباح ملي كانوا كيفطروا هو يطلب منها باش تسامحه. يعني هو اللي دار داكشي ماشي شي واحد اخر. وبدا كيطلب منها باش انها تسامحه. وثانيه قررت انها تسامحه حيت عرفاتو قصتو شي لعنه من عند امه ولا شي حاجه. ولكن احمد بدا مستمر في داكشي اللي كيدير مع ثانيه وكل نهار وديما معاه كيوقع داكشي لا غد ليه كيرجع كيعتذر منها كيقول لها ما عرفتش انا شنو طاري ليا ما عرفتش علاش كنتعامل معاك هكا. ثانيه هنا فهمت باللي ما عندها حتى شي حل اخر غير انها تمشي تقلب على حماتها وتطلب منها باش تبعد منهم وتخليهم يعيشوا فرحتهم. مشات ثانيه كتقلب على حماتها في كاع البلايص اللي كانت تلاقت معاها فيهم والو ما لقاتهاش. وهي تقرر تمشي لعند شي شيخ باش يعاونها. ومشات لعند واحد الشيخ سميتو شيخ معروف وعاودت ليه القصه كامله. وهو يقول لها باللي حماتك دارت لك واحد السحر ودارت لك عمل باش انتيا وراجلك ما تهنوش في حياتكم ويكونوا ما بيناتكم ديما المشاكل وتفارقوا. وباللي دارت هادشي كامل باش هو يطلقك وباش ما تورثش منه ثانيه. وهو الشيخ قال ليها باللي طريقه واحده باش هاد العمل هذا يتبطل هي انها تمشي تقلب على داك العمل فين كاين وتجيبوا ليه ولا تحرقه. يعني الا لقاتو تحرقه. وهو يقول ليها باللي العمل كاين في واحد الدار هكي دايره والنعت اللي عطاها الشيخ نفس الدار اللي خطفتها فيها حماتها واللي اغتصبها فيها راجل لوسا. فعلا مشات دبرت على واحد الفاس ومشات لهاديك الدار وبدات كتحفر اي بلاصه كطيح لها في بالها كتمشي كتحفرها باش تشوف ياك ما تلقى داك العمل ولا لا. وما لقات حتى شي حاجه. ونهارت ثانيه مسكينه ودارت في راسها باللي
عمرها ما غادي ترجع لدارها ولا لراجلها، حياتها سالات. وبدات كتبكي ثانيه بزاف، تكات على واحد الحيط، شويه ملي تكات على داك الحيط كتحس به داك الحيط ماشي هو هذاك، بحال غادي يريب، وبدات كتكسر في هذاك الحيط. طاحت عليها في بالها فكره، قالت هاد الحيط هذا اللي ما صحيحش اذا غادي يكون يلاه تبنى وغير من الطين، تقدر تكون فيه شي حاجه. بدات كتكسر فيه ولقات كميه كبيره ديال البوبويات ديال المونيكات ومصنوعين من الخشب ولاصق فيهم الشعر ديال بني ادم، يعني الشعر حقيقي. ثانيه خافت بزاف من داكشي اللي شافت وما عرفتش اش من عمل هو ديالها، وقررت انها تحرق الدار كامله باللي فيها. المهم هو يتفك داك السحر، لا ليها ولا لغيرها. جمعت اي قشه كاينه تما، جمعت في وسط ديك الدار وشعلت فيهم العافيه. وخرجت ثانيه وبدات كتشوف الدار كتحرق من بعيد، ومشات ثانيه رجعت لدارها باش تشوف واش داكشي اللي حرقات غادي يجيب شي نتيجه ولا لا. فعلا باللي مشات لثانيه لدارها شافت باللي احمد تحسنت المعامله ديالو معاها بزاف، ورجعت السعاده كتدق بابهم. ودازو شهور وثانيه كتعيش حياتها عادي بشكل طبيعي بحال الاول. وفي واحد النهار ثانيه نزلت باش تشري شي حاجه من السوق، حتى تلاقات مع واحد المراه كبيره في العمر وظهرها مقوص بزاف، وهزه شي ميكات تقال ما قادره حتى تهزهم، وبدات كترغب الناس باش يعاونوها. ثانيه مولات القلب الكبير مشات كتجري عندها باش تعاونها، وهي تسولها على دارها باش تمشي توصل ليها السلعه ديالها، وهي تشير لها في واحد الشارع. قالت لها ماشي مشكل انا غادي نوصلك قريب. ومشات ثانيه مع هاد المراه هادي، وفين ما يوصلوا شي شارع بحال اللي نعست ليها كتقول لها غير سمحي لي انا باقا ما ساكناش هنا، غير سمحي لي انا باقا ما ساكناش هنا. حتى ثانيه بدات كتحس بالخوف وقررت انها تخلي دوك السيكان ودوك الحوايج لديك المراه وتمشي ترجع بحالاتها. ولكن هذيك المراه الكبيره بدات كتستعطف فيها، كتقول لها عافاك ودرتي خير كملي عليه وانا ما كاينش اللي غادي يهز معايا. وبدات كتقول لها راني غير كذبت عليك في الاول وقلت لك بلي داري قريبه وانا داري بعيده الصراحه، ولا مشيت حتى قلت هكا حتى واحد ما غادي يبغي يعاونني، وانا غير مرا وحدانيه وكنعيش بوحدي وما كاينش اللي غادي يعاونني. حتى وصلوا لواحد الحي وهي تشير لها على دارها، قالت لها راها داري، وطلبت منها باش تطلع في الدروج وتحط لها داكشي ديالها قدام الدار وتهبط صافي دغيا. فعلا هذاك الشيء اللي دارت ثانيه. وملي حلات ديك المراه الكبيره دارها وهو يخرج هذاك اللي اغتصبها في الاول، تخلعت ثانيه وشافت بحال هكا وهي تلقى حماتها كتشوف فيها وهي تحول للشكل ديالها الشيطاني ونظرتها المرعبه. وبدات كتشوف ثانيه دخلت بزز منها لهديك الدار بحال كدير لها شي طلاميس والعياذ بالله، وقالت لها حماتها باللي غتدفع الثمن غالي بزاف حيت حرقت لها الدار، والعقاب ديالها انها غتخدم عندها حياتها كامله والا غتشد بنتها وغدير لها سحر اسود وغتخرج لها عليها. ثانيه ما عرفت ما دير، بدات كتغوت وكتبكي وكترغبها وهي تقول لها بلا ما تعيي راسك حتى واحد ما غادي يسمعك. ثانيه استسلمت الامر الواقع وبقات محبوسه معاهم، قالت مع راسها صافي هذه هي الاخره ليا غنبقى هنا حتى نموت. وفي هذا الوقت هذا احمد كان كيتسنى ثانيه باش ترجع وهي ما عمرها ما كتعطل عليه حتى لهاد الدرجه، وبقى مشوش عليها. وهنا فين قرر باش يمشي يبلغ البوليس، وملي مشى قال لهم باللي اكيد غتكون الوالده ديالي هي اللي خطفت مراتي، ما كاينش اللي غادي يديرها من غيرها. وبداو البوليس كيقلبوا على ثانيه وبداو كينشروا تصاورها في كاع الاقسام ديال الشرطه. وواحد من هذوك البياعه ديال السوق قال لهم باللي شافت ثانيه غادا مع واحد المراه كبيره ووراهم الطريق اللي مشات منها. وملي مشى هذاك الضابط كيقلب في السوق كيقلب في الطريق وداك الشيء كيسول الناس، حتى واحد ما كيعرف حمات ثانيه احمد، حتى واحد ما عمره ما شافها ما كيعرف عليها حتى شي حاجه. وهنا الضابط قرر انه يشوف ويتحرى على الناس اللي كراو ديورهم غير مؤخرا. وواحد من هذوك الناس اعترف ليه وقال ليه باللي انا كريت داري مؤخرا لواحد المراه بنفس المواصفات اللي كتقول لي دابا سيدي، راها الشكل ديالها غريب وهي مراه كبيره في العمر، يلا معايا تشوفوا الدار. وهنا فين قرر الضابط انه يجمع البوليس اللي معاه ويمشيو يهجموا على الدار بلا ما يثق حتى شي واحد الخبار. ملي بغاو يمشيو للدار داو معاهم مول الدار وقالوا ليه انت شوف حنا غادي نتخبعوا هنايا في الدروج وانت سير طلع دق عليها بحال غير جاي تشوف الدار ولا شي حاجه. وداكشي اللي كان دق عليها الباب، حلات ليه ولكن رفضت انه يدخل. وداك الحوار كله اللي دار ما بيناتهم سمعوا الضابط اللي كان واقف في الدروج وهو امرهم بالهجوم. وملي هجموا على الدار شدوا ديك المراه الشارفه بداو كيقلبوا في هذيك الدار كامله شويه وهم يلقاو واحد الباب ما كيبغيش يتحل، ما فيه لا قفل لا والو ومسدود. بداو كيضربوا حتى تحل لهم داك الباب. وملي دخلوا لقاو ثانيه جالسه في الارض ومربوطه ولابسه لباس غير محتشم،
عريانه شي شويه، والجسم ديالها كان مرسوم عليه شي رسومات غريبه. وهزو ثانيه ودخلوها للطبيب باش انها تعالج من داكشي اللي كان فيها، ومشاو البوليس عندها للطبيب باش يستجوبوها، ولكن مسكينه ما قدرتش تعاود داكشي اللي طرا ليها. خافت وفي نفس الوقت هي باقا مصدومه. تري واحد شويه وهي تفرقع بالبكا، وبدات كتعاود ليهم كل شيء. وشدوا احمد وحكموا عليها بتهمه الخطف ومحاوله القتل والسحر والشعوذه وبزاف ديال الحوايج خايبين. واخا هي بدات كترجى داك الضابط وكترجى البوليس وكتقول لهم باللي انا مرا كبيره كيفاش غادي ندير نخطف بنت صغيره وداك الشيء. ولكن الحاجه اللي ما زويناش في القصه هو ان البنت سحرات الحفيده ديالها والسحر ما تبطلش. وثاني حاجه اللي خايبه في القصه هو ما عندناش معلومات على شنو وقع من بعد، شكون هو الشريك ديالها، يعني هذاك اللي اغتصب ثانيه في الاول شكون هو هذاك، واش هذاك انس ولا لا. شكرا لمتابعتكم القصه ديال اليوم، نتمنى تكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تنساوش جيم وكومونتير وتشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.